السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في احسن حال يا رب يا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. وحشوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده الفيديو بتاعنا ان شاء الله. بصوا، كل الناس بتفكر في موضوع المدارس ده، مفيش حد دماغه مش مشغوله بموضوع المدارس، رغم ان احنا لسه مخلصين ولسه كمان بتوع الثانويه العامه بيمتحنوا. بس ناس كتيره قوي يا حبايبي مشغولين بفكره المدارس ومصاريف المدارس، وهنجيب منين وهنعمل ايه. بص يا ستي الكل، اقول لك على شويه افكار النهارده ان شاء الله من خلالها او بيها ان شاء الله ربنا يجعلها لك سبب ان انت هتقدري تمشي نفسك في مصاريف المدارس والشنط والكتب واللبس والجزم اعزكم الله والحاجات دي كلها. بس يلا بينا قبل ما نبدا بالفيديو. لو شفت الفيديو وعجبك او وصلت معانا لغايه هنا وعجبك الفيديو، ما تنسيش تحط لنا لايك وتشتركي في القناه وتفعلي رمز الجرس علشان اي فيديو ينزل تعرفي تشوفينا فيه على طول ان شاء الله باذن الله. الناس اللي هي لسه مبتدئه ومش بتعرف تدخل يعني على اليوتيوب وكده، هتلاقي عندك علامة الكل، دوسي عليها عشان يبقى كده انت فعلت الجرس علشان اي فيديو ينزل تشوفينا على طول وتشوفي افكارنا. قلنا افكار قبل كده كتير، مش شرط تكون خاصة بالمدارس، بس قلنا قبل كده وهنقول ان شاء الله حاجات خاصة بالمدارس. يلا بينا نبدأ بقى ونشوف ايه الافكار اللي احنا جايبينها النهاردة علشان ما يبقاش عبء علينا موضوع المدارس ده وموضوع الكتب، مصاريف الكتب ومصاريف الشنط. وهتلاقي طبعا الحاجة السنة دي بقى كده غالية ولا حاجة. الأحذية الكوتشيهات بقى بتاعت الولاد والكراريس والكشاكيل. بصوا، ما هو ده موال تاني خالص، الكتب دي حوار تاني. فربنا يكون في عون كل الأسر يا رب، اللهم آمين. ربنا يعينكم جميعا يا رب ويعين كل اللي عندهم ولاد. احنا لسه في أول شهر 7 أهو، النهارده تقريبا 4 أو 5، فنلحق بقى ان شاء الله كده اهوت ان احنا ايه ننجز كده في السريع كده اهو ونحاول نعمل اي حاجه. كان المفروض بدأنا قبل كده بشويه، بس معلش ايه نحاول نبدأ من دلوقتي. وان شاء الله ربنا ايه هيعينكم جميعا يا رب على المصاريف بتاعه المدارس ان شاء الله. وبالافكار اللي هنقولها ان شاء الله باذن الله وتعملوها ان شاء الله تبقى سبب ليكم. اول حاجه يا ستي الكل، ممكن تعملي ايه؟ اللي احنا هنقوله النهارده ده هيساعد بس، لكن مش هيبقى هو الاساس. يعني ده تبقى حاجه هتساعدك كده هوت ليكي، ان انت ما تبقاش مصاريف كتير على زوجك. يعني الازواج ربنا يكون في عونهم، بيبقى ضغط عليهم في مقاول الدراسه. فانت عشان تساعديه تبقي عملتي معاه حاجه كده هوت وحسستيه ان الموضوع سهل مش تقيل عليه قوي. فايه هنعمل الافكار اللي هنقول عليها دي. بص يا ستي الكل، الفكه ديت ناس كتير قوي بتستهون بيها، مع ان هو والله بتعمل حاجات كتير. ناس كتير قوي تقول لك هو الجنيه ده بيعمل حاجه، هو الفكه دي بتجيب حاجه. صدقيني والله لما تحطي جنيه على جنيه على جنيه هيعمل معاكي حاجه. هو انت الكوبايه لو حطيتيها تحت الحنفيه وسبتيها الحنفيه بتنقط، انت هتقولي هي النقطه دي هتملي الكوبايه؟ النقطه دي لما تقعد نقطه على نقطه على نقطه صدقيني الكوبايه هتتملي. كلنا بنعمل كده، لو سبت الكوبايه في الحوض والحنفيه بتنقط عليها هتبص تلاقي الحنفيه بتنقط. لو الحنفيه قدر كده بايظه عندك وبتنقط هتلاقي ما شاء الله الكوبايه اتملت من النقط. فهي نفس الفكره، لما انت جنيه على جنيه على جنيه هتلاقي نفسك ما شاء الله يعني عملتي حاجه. وده للناس اللي هي يا حبايبي ظروفها على قدها، فما نحاولش نعقد الناس ونحسسهم ان الموضوع صعب. لا، الموضوع سهل. انت معاكي تجيبي، غيرك مش معاه يجيب. انت معاكي الحمد لله ربنا مديكي ان انت تجيبي وما تحسيش بالازمه ولا بالمصاريف بتاعت المدارس. الحمد لله احمدي ربنا عليها. بس في ناس غيرك هم محتاجين الافكار دي، محتاجين ان هم يعني حد يساعدهم بافكار تسهل عليهم شويه الامور. فانت لما تجيبي شويه الفكه دول اللي احنا كلنا بنستهون بيهم، بقى بصي يعني اول ما جزء كده يخش كده ايه قلبيه قولوا معاك فكه ايه. طبعا تبقي فاهمه الفكره ان انت بتحوشي عشان الدراسه، بس مش هيبقى ده الاساس. انت ايه مجرد ان انت مساعده بس. اي فكه في جيبه هتروحي ايه حطها في البرطمان. اي برطمان عندك بقى هاتيه وبتاع حطي فيه اي فكه، انصاص جنيهات اي حاجه، وانت راجعه من السوق بقى معاكي حاجه ابداي ان انت حطيها في البرطمان. اي فكه تلاقيها قدامك ابداي ان انت حطيها في البرطمان وما تستقلهاش وما تستهونيش بيها. من هنا لشهر 9 ان شاء الله، يعني شهرين اهو كده ان شاء الله باذن الله. قولي مثلا يعني شهرين وكام يوم كده اهوت، فان شاء الله ايه هنحاول نعمل اي حاجه. وكل يوم خدي 5 جنيه، كل يوم خدي 5 جنيه من مصروف البيت شيليها في البرطمان. كل يوم 5 جنيه. يعني الشهر بكام؟ الشهر هيبقى بكام؟ الشهر يبقى مثلا ب150 جنيه. الشهر يبقى 150 جنيه، الشهرين ب300 جنيه هيعملوا حاجه. ده لو هيجيبوا كوتشي لابنك هيعملوا لك حاجه. مع الفكه ان انت هتلميها ديت هيعملوا معاكي ان شاء الله مبلغ كويس. طب لو انت ما عرفتيش تعملي كده، هو ممكن تعملي ايه؟ ممكن تعملي جمعيه. ممكن تعملي جمعيه بال5 جنيه دي كل يوم. هتخلي الفكه برضو زي ما هي، بتلميها على جنب وبتحطيها في البرطمان. الفكه اساسي مش هنقول لك لا. انما ال5 جنيه دي حابه ان انت تحوشيها حوشيها، حابه ان انت تخشي بقى جمعيه صغيره كده صغيره زي اللي بنلمها كده مع الولاد كده اهوت والجيران والحبايب كده والاطفال الصغيرين، دي بتبقى حلوه قوي. الجمعيه بتبقى جميله جدا وسبحان الله بتخلص على طول.
فاعملي جمعيه كده هو صغيره كده هو، حتى لو هتقبضي لك مثلا 2000 جنيه هينفعوكي، لو 1000 جنيه هتنفعك. وتحاولي بقى ان هي تديها لك ايه، اول اسم تاني اسم كده يعني، بحيث تلحقي بقى ايه تجيبي للولاد اللي انت ايه الحاجات اللي ناقصاهم. فلما يتحوشي شويه فكه مع الجمعيه اللي انت هتعمليها بال5 جنيه، كل يوم 5 جنيه، مش هتبقى معضله يعني ان شاء الله، يعني ال5 جنيه تبقى سهله، امرها سهل. فلما تعمل لك 2000 جنيه مثلا او 1000 جنيه، ويجي جوزك بقى يكمل لك عليهم، يبقى حاجه بسيطه، صدقيني مش هتحسي بالازمه خالص. ولو شجعتي ولادك ان هم يحوشوا معاكي، يساعدوكي في المصاريف، يساعدوكي في التحويش، مش هتاخدي منهم يعني فلوس كتير. يعني انت مثلا لو متعوده تديهم مصروف مثلا كل يوم 10 جنيه، في عيال متعوده تاخد 10 جنيه، وفي عيال متعوده تاخد 20 جنيه، وفي عيال بتاخد من يعني من غير مصروف، بتصرف اللي هي عايزاه، يجي يقول لامه ولا ابوه انا عايز الحاجه دي، يديله، وبعد كده يجي بعد شويه انا عايز الحاجه دي، يديله. لا ما هو انت معلش، ما انت مش كل ما يحتاج تديله. انا اعرف ناس كده والله، يعني كل ما العيل يحتاج حاجه يطلب من ابوه، يطلب من امه، ياخد عادي، ما فيش حد، ما فيش عامله له، مش عامله له حد معين للمصاريف. ويعني بعد ما تديله تشتكي منه. طب انت بتشتكي منه ليه؟ ما هو انت اللي تديله، انت اللي بتعوديه على كده، انت اللي بتعوديه على عدم المسؤوليه، ان هو ما يقدرش يشيل مسؤوليه، ان هو ما يقدرش يعتمد على المبلغ اللي معاه. انت حددي له مبلغ ياخده كل يوم مصروف، حددي له مثلا 5 جنيه او 10 جنيه، زي ما انت بقى ميزانيتك تقدري تديله، يتعامل على 10 جنيه اللي بياخدها او ال5 جنيه، ما يجيش يطلب منك حاجه. ده كمان المفروض يوفر منها، يعني لو تاخدي منه مثلا كل يوم 2 جنيه من ال10 جنيه ديت، وتقولي له عشان لما تيجي الدراسه اجيب لك الحاجه اللي نفسك فيها، اجيب لك القلم اللي نفسك فيه، اجيب لك المقلمه اللي نفسك فيها، اجيب لك البرايه اللي نفسك فيها. بيقوم طالعين اشكال كده هوت للولاد، بيغروهم بيها، يعني عايزينهم بقى ايه عينيهم كده تزوغ على الحاجه. فانت لما طبعا الولاد طبعا كلهم بيبصوا لبعض، وبيبصوا ده صاحبي جاب وده ما جابش، اصل المقلمه بتاعته حلوه، اصل القلم بتاعه شكله جميل، اصل البرايه شكلها مختلف. فانت يعني ايه اغرب كده، يعني قولي له انا هاخد منك 2 جنيه بس كل يوم، هو بقى واخواته لو انت عندك اخوات تاني ربنا يبارك لك فيهم، وابداي ان انت تشيليهم برده في الحصاله. ولما تيجي الدراسه هاتيله بقى الحاجه اللي هو نفسه فيها، هو ساعدك وساهم معاكي، هاتيله الحاجه اللي نفسه فيها، تبقى دي هديته بقى، دي المكافاه بتاعته، ان انت هتكافئيه بالحاجه اللي هو تعب عشانها. منها بصي، منها كذا حاجه، منها ان هو ساعدك، منها ان انت بتعوديه على تحمل المسؤوليه، ان هو فعلا وبتعوديه على التحويش والتوفير، ان هو بعد كده لما يحتاج حاجه، لما يكبر بقى شويه ويحتاج حاجه، يبتدي ان هو من نفسه يحوش، يقول لا انا محتاجه اجيب دي، فانا محتاجه احوش لها. عايزه اقول لكم ان انا وانا صغيره كنت بحوش على فكره، يعني لما بحتاج حاجه كنت بحوش من مصروفي واجيبها. طبعا الظروف ما بتبقاش كلها زي بعضها، بتبقى يعني كل ظروف ناس مختلفه عن التانية. فانا كنت لما بحتاج حاجه كنت بحوش من مصروفي واجيبها. فانت لما تعوديه على كده ان هو يعني لما يحتاج حاجه يحوش برده ويجيبها من هو صغير، هتلاقي هيكبر على كده ان شاء الله باذن الله. فجربي بس الفكره ديت، ان انت تخليه يساهم معاكي من مصروفه ب2 جنيه بس، مش اكتر من كده، علشان ما يحسش ان مصروفه يا حبيبي اللي هو بياخده بيحوشه، يعني هو لسه صغير مش فاهم برضو الفكره يعني. بس انت بتعوديه، دي مساله تعود بس. حتى لو تاخدي منه جنيه واحد هو بقى وابن اخوه ولا ابن اخته وكده، وتبداي ان انت تشيليهم في الحصاله، هتبصي تلاقي ما شاء الله بقى معاكي مبلغ. فالمبلغ دوت ان شاء الله هيبقى ايه، هيساعد معاكي ان انت بقى هتجيبي له كوتشي حلو، هتقولوا مثلا ايه حوش معايا يا بابا عشان اجيب لك كوتشي حلو، اجيب لك مثلا المقلمه اللي انت هيبقى نفسك فيها. فبصي تلاقي هو حبيبي من نفسه، هو عايز يحوش وهو عايز يوفر. وانت كمان عوديه بقى ايه، ان انت مثلا لو هو حوش وعمل حصاله كده وحوش فيها، عوديه ان انت تكافئيه، وهاتي له حصاله شكلها حلو، هاتي له حصاله شكلها جميل كده مغريه، تخليه يحب ان هو يحوش فيها. يعني بلاش بقى ايه البرطمانات والكلام ده، البرطمانات دي خليها لنا احنا مش مشكله، احنا فاهمين الفكره. لكن هو عشان يحب التوفير ويحب ان هو يحوش معاك للمدرسه، هبدأ هاتيله حصاله كده يكون شكلها جميل، على شكل بقى اي اشكال بقى هو ايه انت تشوفيها حلوه، على تكون على اشكال مثلا دباديب، اشكال عروسه لو بنوته، يعني فاهمه. في حصالات كده للاطفال، يعني عشان تشجعيه بس على التوفير، هو يبقى متحمس ان هو يحوش فيها، ولو بيجي اخر الشهر يفتحها، واخر الدراسه او اخر الاجازه يفتحها، فيبقى متشجع. ودايما حفزيه، يقولوا له ايه، يا يعني عايزه افتح الحصاله واشوف فيها كام، يا نفسي اوي اعرف احنا حوشنا كام. انت بقعدي ايه حفزيه كده، يبقى هو فعلا عنده استعداد كده ان هو يفتح الحصاله، وعنده كده ايه يعني مبسوط ان هو هيفتحها، مش انه مبسوط ان هو مش يبقى متضايق ان هو هيفتحها، لا يبقى مبسوط ان هو هيفتحها، وعنده ممكن كمان هو يتشجع ويحط اكتر، لان لما يعرف ان انت هتجيبي له حاجه اللي هو نفسه فيها هيتشجع اكتر.
فدي انت هتستفيدي منها زي ما يقولوا كده ايه، ضربتي عصفورين بحجر، ان انت عودتيه ان هو يحوش، وان انت في نفس الوقت استفدتي من الفلوس اللي هو بيحوشها دي، وايه وهتساعدك في يعني في دخلة الدراسة وكده. وكلنا عارفين دخلة الدراسة بتبقى ايه، بتبقى عاملة ازاي. فالافكار بتاعتنا ان شاء الله هتساعدك. لو انت وصلتي بقى معايا لغايه هنا، اعملي لي بقى لايك وتبي لي كومنت حلو قمر كده زيك. فطبعا جوزك بقى لما يتفاجئ ان انت عملت المبلغ دوت وحوشت المبلغ دوت، وتقول له بص اتفضل انا حوشت المبلغ دوت، او هات انا اكمل عليه، بجد هيتبسط منك جدا ويبقى فرحان بيكي قوي، وهيدعي لك ان انت خففتي عنه الاحمال. ده ممكن كمان بعد كده هو يساعد معاكي ويقول لك خدي بقى ايه، شيلي دول مع اللي انت بتشيليه. يعني هو بقى الفكره تعجبه ويبدا ان هو ايه، يشارك معاكي في الفكره بتاعت التحويش دي. بس فدي كانت الفكره بتاعت النهارده، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم وتستفادوا منها وتعينكم على دخلة الدراسه ومصاريف الدراسه، وما تشيليش هم حاجه، ربنا هو الرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا هو اللي بعت الرزق، هو اللي بيقسم الارزاق، ما تخافيش على رزقك. رزقك كده كده هيجيلك، ورزق اولادك كده كده هيجيلك، بس انت بتاخدي بالاسباب، انت بس بتعملي بالاسباب اللي ربنا قال لنا عليها، ان احنا بنحوش، ان احنا بنشتغل، ان احنا بنوفر، دي مجرد اسباب. لكن ربنا قادر ان هو يرزقك في لحظه واحده. فربنا هو اللي بيوسع الارزاق، وهو اللي بيرزق من حيث لا تحتسبي، من حيث لا تدري ولا تعلمي. خدي بس بالاسباب، والله المستعان، ودي ربنا انه يوسع رزقك ورزق زوجك ورزق اولادك، وان شاء الله ربنا هيكرمكم ويوسع رزقكم يا رب اللهم امين، ويوسع ارزاق كل الناس يا رب اللهم امين. بس ده كان الفيديو بتاعي، ودي كانت فكرتي النهارده. لو عجبتكم بقى الفكره ما تنسونيش بلايك، اهم حاجه اللايك علشان يعني الفيديو يكبر، وناس كتيره قوي تشوفه، وناس كتيره قوي تستفيد بالفيديو وبالفكره. فلو انتوا حابين غيركم يستفيد بالفكره، لو انتوا شايفين حد فعلا محتاج الفكره ديت وهتساعده، من صحابكم بقى، من قرايبكم، من اخواتكم، من جيرانكم، من اي حد، او حتى لو حد ما تعرفوش، ابداي ان تشيروا الفيديو، ابداي ان تعملي لايك للفيديو علشان الفيديو عدد كبير قوي يشوفه ويبدا يستفيد بالفكره. بس ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم والفكره تكون عجبتكم. استنوني بقى بافكار تانية ان شاء الله حلوه جايه باذن الله، وفيديوهات تانية. اشوفكم على خير بقى في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه، ومع الف سلامه.